النهاردة هحكي لك عن ناس قالوا إنهم سافروا عبر الزمن. مش فيلم خيال علمي ولا قصة متفبركة، دي حكايات اتوثقت واتسجلت في محاضر رسمية، ولو صح اللي قالوه يبقى احنا فعلا مش لوحدنا في الزمن ده. أنا إسلام عبد العظيم ودي قناتي قصة ورا قصة. هنا بنحكي الحكايات المرعبة الغريبة اللي بتحصل فعلا. تخيل تصحى من النوم تلاقي نفسك في سنة 1920 وكل اللي حواليك مش عارفين تليفونك ولا فاهمين لبسك، وفجأة تختفي. ده بالظبط اللي حصل مع واحد من أغرب الأشخاص في تاريخ السفر عبر الزمن، جون تايتر. سنة 2000 ظهر على الإنترنت شخص غامض جدا اسمه جون تايتر. قال إنه جاي من سنة 2036 في مهمة سرية جدا. كان بيكتب على المنتديات ويشرح بالتفصيل شكل العالم اللي هو جاي منه: حروب أهلية في أمريكا، فوضى في أوروبا، اختفاء الإنترنت بالطريقة اللي احنا عارفينها. الإنترنت أقصد بيها الإنترنت العالمي. المرعب بقى إن بعض الحاجات اللي هو قالها بدأت تتحقق فعلا، زي تطور الذكاء الاصطناعي وانهيارات اقتصادية معينة قال عنها واتحققت فعليا. لكن بعد سنة اختفى جون من الوجود أصلا، ولا حد عارف مين هو ولا حتى جه منين. وبرضه في سنة 1951 الشرطة في نيويورك سجلت حادثة غريبة جدا. راجل لابس لبس قديم من أوائل القرن العشرين عدى شارع فجأة وخبطته عربية ومات على طول. لما الشرطة فتشته بقى لقوا معاه حاجات غريبة جدا مش هتتخيلها. لقوا معاه عملات من سنة 1800 بس بحالة جديدة كأنها لسه مطبوعة، وبطاقة مكتوب عليها اسم شركة الشركة دي ما عادتش موجودة من 100 سنة فاتت، وورقة زيارة للدكتور. الدكتور دوت ميت من 70 سنة وتليفونه ما بقاش موجود أصلا. خدوا بصمات الشخص ده وبدأوا التحقيق، وبعد بحث اكتشفوا إن اسمه رودولف فينتس، وفعلا كان في شخص بالاسم دوت اختفى سنة 1876 في ظروف محدش فاهمها، ظروف غامضة، وهو بيتمشى في حديقة بولاية فيلادلفيا. الراجل اختفى فجأة وبعد 75 سنة ظهر ومات في نيويورك. لحد النهارده محدش قادر يفسر اللي حصل. ناس قالت ده سافر بالزمن عن طريق الخطأ، وناس تانية قالت ده الكون حصل فيه تداخل لحظة الحادثة. طبعا الموضوع ده مرعب جدا لأن الموضوع أصلا موثق فعليا واتنشر في تقارير قديمة وكتب تحقيقات غربية. فيجي هنا السؤال بقى، يعني إيه الكلام ده؟ هل فعلا في تكنولوجيا سفر عبر الزمن ولا دي أرواح ضايعة بين الأزمنة؟ بص يا صديقي، العلم هنا بيقول إن في نظريات بتدعم فكرة الثقوب الدودية اللي ممكن تنقل أجسام بين لحظة والتانية، ولكن القرآن بيأكد إن في مخلوقات غيرنا بتنتقل في لمح البصر زي الجن اللي جاب عرش بلقيس قبل ما النبي يرمش. تعال أقول لك الآيات اللي اتذكرت في القرآن عن موضوع الجن وقدرتهم على التنقل السريع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. دي أوضح آية بتدل إن في مخلوقات تقدر تنقل شيء مادي ضخم جدا بسرعة خارقة قبل ما الرمش ما يتحرك. وكمان من الآيات اللي بتدل على إن الزمن مختلف عند الله والملائكة. بسم الله الرحمن الرحيم: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وبرضه من الآيات: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الآيتين دول بيوضحوا إن الزمن مش ثابت، الزمن عند الله مختلف عن الزمن عند البشر، وده يفتح باب لفكرة الأبعاد الزمنية المختلفة. وبرضه من الآيات اللي بتدل على تعدد العوالم: بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين. كلمة العالمين تدل على تعدد العوالم، مش بس عالم الإنس، في عوالم الجن والملائكة وربما أكوان تانية إحنا مش شايفينها. وكمان من الآيات اللي بتدل على الحجاب بين العوالم، الحواجز بين العوالم: بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الآية دي بتلمح إن في حاجز
أو غشاء بيننا وبين حقائق تانية، ومع الموت أو في لحظات معينة يعني الحجاب ده بيرتفع، وده ممكن يفسره بعض العلماء كإشارة إلى الوعي البشري المحدود أو حجب أبعاد تانية. وبكده يبقى في خيوط بدأت تتربط، ناس بتختفي وناس تانية بتظهر، حكايات مرعبة لسه بتظهر كل يوم. لو الحكايات دي شدت دماغك زي ما شدتني يبقى انت في المكان الصح. قناة اسلام عبد العظيم قصة ورا قصة، هنا بنحكي اللي ورا القصة ونكشف المستور. لو أول مرة تشوفني دوس سبسكرايب وفعل الجرس واعمل لايك عشان الفيديو يوصل للناس اللي بتحب الغموض والرعب الحقيقي. استناني في فيديو جديد أقوى وأغرب أعمق ومرعب أكتر، بس اوعى تتأخر عليا لأن الوقت ممكن ما يستناش. سلام.